مساء الفل عليكم، يا رب أموركم تكون كلها طيبة وبخير كده دايما. كنت النهاردة بكلمكم زي ما كنت بتكلم امبارح كده على إن الإنسان ثلاثة: جسد وروح ونفس. وكنا بنقول الجسد ده، أنا كإنسان لازم يكون عندي وعي بجسدي. يعني مثلا بطني وجعاني أبقى عارف أنا أكلت إيه، أبقى مركز. مثلا جسمي محتاج إيه، طب شعري بيقع ممكن يكون فيتامينات ناقصة، معادن ناقصة. محتاج برضه أبقى فاهم مشاكلي مثلا في انزيمات مثلا معينة، ولا لأن أنت ربنا لما خلقك كإنسان ما خلق لك جسم فيه بيحصل فيه عمليات كيميائية كتيرة، ومنها إن أنت مثلا لما بتاكل جسمك بيهضم. طب لو هضمت كويس مفيش مشكلة، تبص تلاقي في حركة أمعاء كويسة شغالة. طب في حركة أمعاء مش مظبوطة، يبقى أنا المشكلة عندي في الهضم. طب هو أنا باكل إيه أصلا؟ هو أنا كل أكلي كله مقليات؟ إيه الأخبار؟ فأنت لازم يكون عندك وعي إن أنت كإنسان مش بس بتفكر يعني، وعندك حاجة مضايقاك أو أنت نفسك تعمل خير للناس، ولكن لازم يكون عندك وعي بجسمك، وإن جسمك ده ليه حق عليك. مش ربنا قال ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لجسدك عليك حق؟ فأنت لازم تكون واعي بجسمك وعارف إن أنت محتاج إن جسمك ده يكون تلبي له احتياجاته، وتبقى مهتم بيه ومهتم بصحتك. كله هيفرق معاك، هيفرق معاك في حاجات تانية كتير وممكن نتكلم فيها أكتر. يعني منها إن ده هيفرق مع روحك، هيفرق مع نفسك. النهاردة إن إحنا نهتم بجسدنا يا جماعة. جسمنا ده وبدنك ده أنت محتاج تلعب رياضة، محتاج تصدق أكلك، محتاج تبقى مهتم بصحتك. لأن في الأول وفي الآخر أنت مش لوحدك، أنت لازم تهتم بيها عشان تعرف تهتم بيها. يلا يومكم سعيد.